الدعوة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها البرهان العملي على حب الوطن والتفاني في النهضة به دون تقديم مصلحة الفرد عليه. استجابة واسعة شهدتها الشركات العاملة في القرية الذكية، حيث ضحى الكثيرون بيوم إجازتهم من منطلق أن كل جمعة يعوضها المصريون في العمل يتوفر للاقتصاد مليار جنيه. هذه ليست صورة من صور المظاهرات التي اعتدنا عليها كل يوم جمعة، إنما هي رفض لحالة الوهن التي أصابت الاقتصاد المصري خلال الأشهر الماضية، ولكن بصورة عملية. فجاءت الاستجابة لدعوة شباب تكنولوجيا المعلومات عبر الفيسبوك ليكون اليوم هو جمعة العمل. العمل كان تطوعي، كل الناس جت عشان توصل رسالة مهمة جدا إن الشباب المصري زي ما بيعرف يطالب بحقوقه عارف الواجبات اللي عليه. حاجة جديدة غير المظاهرات، غير الوقفات الاحتجاجية، يبقى وقفة فيها شغل، فيها عمل، فيها حاجة اللي قدام إن شاء الله. الجميع داخل القرية الذكية ألغى برنامج عطلته الأسبوعية، وآثروا أن تكون مصلحة مصر فوق كل اعتبار. فمنذ 9 صباحا كان الكل متواجدا داخل مكاتبه، ثم توجهوا لأداء صلاة الجمعة وعادوا مجددا لأداء عملهم. الطبيعي النهارده ان اي حد بيبقى موجود اجازه، في جوزي، في مثلا بنقضي اليوم مع العيله، بس احنا محتاجين ان احنا يعني نوري الناس كلها ان احنا بنشتغل في جمعه العمل. انا كنت خارج النهارده مع مراتي وكانت اجازتي، وبعدين جينا النهارده لان احنا هنا الشباب كلها في القريه الذكيه كانوا اتفقنا ان احنا هنيجي نشتغل في اجازاتنا الرسميه. العالم الخارجي لازم يعرف، او العالم خارج مصر لازم يعرف ان المصريين لديهم قلوب تثور واياد تعمل. فالنهارده احنا قلبنا ثائر، ولكن بدون العمل لن نستطيع التنميه. الدعوة بأن تنتقل هذه الروح وهذا الحماس إلى العامل في مصنعه، إلى الفلاح في أرضه، إلى كل قطاعات الدولة، كان الهدف من مبادرة جمعة العمل. هذه الوقفة اللي احنا شفناها اليوم وهذه المبادرة هي دليل على أنه المجتمع المصري، كل مواطن مصري لديه مخزون حضاري ضخم جدا. هذا المخزون الحضاري الضخم هو اللي هيقوم مصر، هو اللي هيدفعها إلى الأمام. بنبعت رسالة لمصر كلها، بنقول لهم إن احنا موافقين نشتغل حتى يوم الجمعة، بس بشرط إن بلدنا ترجع أحسن من الأول. بالأمس القريب نجح الشباب المصري وباستخدام تكنولوجيا المعلومات في أن يشعل إحدى أهم الثورات في تاريخ البشرية، واليوم يعود من جديد ليقود الاقتصاد المصري إلى الأمام ويبعث رسالة للعالم أجمع مفادها: سنتحد لنبني الاقتصاد المصري من جديد. لمياء موافي، التلفزيون المصري.